नहीं अभी सिंगल हूँ, रिलैक्स करो। इन्होंने टॉलर This is that my success story can be their success story also. فيديو اليوم كما العادة مليء بالمفاجآت والأخبار الحصرية لعالم بوليوود. فضلا وليس أمرا، إن كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة فلا تنسوا الاشتراك فيها لدعمنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا كذلك مشاركة آرائكم واقتراحاتكم من خلال التعليقات. من المقرر أن يحضر النجم سلمان خان جولته الفنية دبانغ مثل كل عام في دبي وسط تهديدات بالقتل، حيث قد أعلن الممثل عن موعد الجولة من خلال ملصق عبر حسابه الانستغرام، وسيمثل هذا الحدث أول ظهور عالمي له منذ تلقيه تهديدات من رجل العصابات لورانس بيشنوي. هذا في أن الجولة الفنية سوف تبدأ في 7 من شهر ديسمبر في ميناء دبي، ثم ستنتقل إلى مدن أخرى في الشرق الأوسط مثل جدة والدوحة. وقد أعلن النجم أن التذاكر متاحة الآن على موقع بلاتينوم ليست. وللإشارة سوف ينضم إلى سلمان خان نجوم آخرين في الجولة، بما في ذلك تمنا باتيا، جاكلين فرنانديز، سوناكشي سينها، بارابوديفا وغيرهم، مما يعد بليلة مليئة بالضحك والموسيقى والترفيه الخالص. والجدير بالذكر أنه على الرغم من التهديدات بالقتل التي تعرض لها من قبل رجل العصابات لورانس بيشنوي، إلا أن سلمان كان حريصا على الوفاء بالتزاماته المهنية، وقد استأنف مؤخرا تصوير فيلمها القادم سكندر. ومن جانبه ظل سلمان يحافظ على مستوى منخفض من الاهتمام، وقلص ظهوره العام بعد اغتيال صديقه السياسي بابا صديقي على يد عصابة بيشنوي. وتشير جولة سلمان إلى دبي إلى بعض أراحل النجم، حيث تعرف بأنها واحدة من أكثر الأماكن أمانا في العالم. ومؤخرا صرح مغني أراب يويو هاني سينغ الذي تلقى أيضا تهديدات من عصابة بيشنوي أنه يفضل البقاء في دبي بسبب الأمن في المدينة الواقعة في الشرق الأوسط. ويشار أنه قد طلب من مصور المشهر في مومباي التوقف عن التقاط صور لسلمان في الأماكن العامة، حيث تخشى السلطات أن تستخدم هذه العصابة الصور لتتبع تحركاته والتخطيط لشن هجوم. هذا ولم يصدر أي بيان رسمي من فريق سلمان أو الشرطة، لكن المصادر تقول أن المصورين يأخذون هذا الطلب على محمل الجد، وقد وافقوا على المساعدة في الحفاظ على سلامته. ومن جهة أخرى يستعد النجم كارتيك أريان حاليا لفيلمها القادم بلبلية الجزء الثالث الذي يجمع بين الرعب والكوميديا. وفي محادثة جديدة مع صحيفة إنديا توداي تحدث عن قصة نجاحه، مشيرا إلى أن الجمهور ينظر إلى رحلته باعتبارها حلما هنديا. هذا وعندما سئل عن ما يعتقد أنه عمل لصالحه كممثل قال كارتيك معلقا: يرى جمهور نجاحي كحلم هندي يمكنهم الارتباط به، إنهم يتفاعلون مع صعود وهبوطي ورحلتي بطريقة شخصية للغاية. هذا شيء أدركته لأن هناك الكثير من الممثلين والأشخاص الذين ليسوا من هذه المهنة وهم أيضا يتفاعلون مع رحلتي بطريقة ما، ولا يوجد تلاعب حول هذا. هذا هو عامل الارتباط، وفي مكان ما أشعر أنهم يعتقدون أنه واحد منا. وقد تابع كارتيك الحديث معلقا: أنا أحب أن أكون فنانا، أحب التفاعل مع الناس وإعطاء الصور والتوقيعات عن هذا الشخص في مكان ما على طول الطريق يتواصل الناس مع هذه الأشياء. هذه هي هويتي، هذا ليس شيئا تم تصنيعه أو بناؤه بطريقة ما، لأنني كنت ذلك الشخص الذي كان على الجانب الآخر من السياج. لقد كنت من المعجبين وأعرف كيف يشعر الشخص عندما ينظر إليك ممثل أو عندما تحظى بهذا الاهتمام من نجمك المفضل، وأنا أشعر بهذه الطاقة لنفسي أيضا. وبالحديث عن كارتيك أريان، فإن فيلمها المنتظر بلبلية الجزء الثالث هو أحدث إصدار من السلسلة الخارقة للطبيعة، ويضم نجوم آخرين مثل تربتي دمري، فيديا بلنا، مظهور دكسيت، أراج باليضافة وشخصيات محورية أخرى. وسيتم إصدار الفيلم في قاعة السينما الهندية في الأول من شهر نوفمبر. The way he puts his heart, his soul, his mind, his body into his work.
it is amazing. And I'm very, very impressed with him. I have seen him work every day. His mind is always churning. ये ऐसा कर दो, ये ऐसा करते हैं. ومن جهة أخرى غالبا ما يتصدر النجم أرجون كابور الذي يستعد لإطلاق فيلمه سانغاماغانا عناوين الأخبار بسبب حياته الشخصية، حيث كان الممثل يواعد النجم ملايكا أرورا منذ عام 2018، وانفصل الثنائي في وقت سابق من هذا العام، وفي الوقت نفسه اختار كلاهما إبقاء الأمر خاصا. وبعد أشهر من انفصاله عن ملايكا كشف أرجون أخيرا عن حالة علاقته بالاعتراف بأنه أعزب الآن. هذا وفي مقطع فيديو نشره أحد مصوري الباباراتزي على حسابه الانستغرام شهد أرجون كابور وهو يحضر الاحتفال دولي في مومباي مع باقي فريق العمل من أجل الترويج للفيلم. وبينما بدأ الحشد يهتف باسم ملايكا أرورا، كسر أرجون صمته بشأن انفصالهما، حيث ابتسم وقال معلقا: لا أنا الآن أعزب استرخي. وردا على إعلان أرجون عن كونه عازبا، كتب أحد مستخدمي الإنترنت معلقا: أحب الطريقة التي قال بها ذلك بصوت عال بطريقة غير رسمية دون إثارة الضجة والكذب بشأن ذلك. الانفصال يحدث لا علاقة له بشخصية الشخص. في بعض الأحيان توقف الناس عن الحب إنه أمر طبيعي. حسنا نتمنى لملايكا وأرجون كل السعادة. लड़के अभी सिंगल हो रिलैक्स करो. इन्होंने टॉल और हैंडसम बुला दिया था, ऐसे लग रहा है शादी की बात करने वाले, इसलिए बोलो रिलैक्स करो. हैप्पी दिवाली. अजय सर और टाइगर जो बोल चुके हैं वही कहूँगा. ومن جهة أخرى فقد حضر النجم شاروخان مؤخرا حفل إطلاق ديفل في دبي، وهي العلامة التجارية الفاخرة التي أسسها بالاشتراك مع ابنه أريان خان، حيث أنه قد ألهب الحفل. وإليكم بعض اللقطات من الحدث. First of all, a big thank you to Sky 2.0 for having us here. Thank you very much. Yellow, After Dark for calling me here. And
Most of all, thank you very much for being here in such large numbers. God bless you all. Assalamu alaikum. Namaskar. And good evening. I hear some of you are here from Azerbaijan, so special assalamu alaikum.